الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور، بلغنا قرار جديد من الحزب والدعوة السلفية بتغيير بعض الحيثيات في التظاهرات أو وقفة السبت القادم. هل يا ترى الكلام ده صحيح؟ طبعا احنا عارفين ان هو القادة سواء في الدعوة السلفية او في حزب النور الحسابات عندهم بتخضع لقياس المصالح المحتملة وكذلك المفاسد المحتملة. لما غلب على الظن ان المفاسد هتكون اكتر ولما كثرت مناشدات ومطالبات الناس من كل الأطياف ان لا داعي ان احنا يعني يبقى في مجرد حتى احتمال ان يبقى في احتكاك، ولما وصل الينا ونما الى علمنا ان البعض بالفعل هيتحرش بالمظاهره ويتحرش بالمليونيه وبيعد العده بالفعل للاسف الشديد يعني لافساد اليوم المزمع عقده ده وافساد اخراجه بصوره حضاريه نقول فيها ان احنا مؤيدين. قررنا لان الدماء نصب اعيننا دائما نحرص على حقنها، قررنا نقلها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الأحزاب والقوى الإسلامية إلى محيط جامعة القاهرة. كان في بعض الادعاءات ان تم التأثير على رأيكم او يعني اقناعكم بشكل ما بتغيير المكان، هل يا ترى الكلام ده صحيح؟ لا، على العكس، حزب النور والدعوة السلفية بتحرص على الاستماع لصوت العقل، لا تكابر لا تعاند. المسألة بالنسبة لها ما بقاش إصرار على رأيها، بيبقى فيه مشورة، بيبقى فيه استخارة. تبديل الرأي نفسه ليس فيه بأس طالما هو كان الأول اجتهاد والتاني أيضا اجتهاد. على عكس المرونة اللي بنبديها واللي بيبديها قادة الحزب وقادة الدعوة في ان هم يسمعوا للناس ويعيدوا التصويت مرة أخرى والمشورة، ده شيء يحسب لهم. أستاذ نادر بكار، نشكر حضرتك جدا. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا.